إدارة الأهلي قبل كأس العالم للأندية قررت إنها تنزع من الفريق أهم نقط قوته وأهم مميزات النادي الأهلي عبر العصور. شوية تفاصيل بسيطة إدارة الأهلي وكابتن محمود الخطيب تناسوها أو تغافلوا عنها أو أهملوها، بس في نفس الوقت اللي إحنا عملنا فيه كده إدارة نادي الهلال أو نادي الهلال قرر إنه ياخد باله من التفاصيل دي، وكانت النتيجة زي ما إحنا شايفين، خروج من بدري للنادي الأهلي. كان الهلال مكمل ورايح لبعيد، فرحنا كلنا، فرح قبلنا طبعا جمهوره. نتمنى ان احنا نكون بدأنا من دلوقتي نشتغل للمره الجايه. معظم الناس اللي عارفاني عارفين ان انا بحب اتكلم فني اكتر ما بحب انتقد الاداره وانتقد القرارات. خسرنا وقت وخسرنا تواجد كان ممكن يبقى افضل من كده مليون مره لو كانت التفاصيل خدنا بالنا منها من بدري. يعني لو اتكلمنا على استخدام مدرب قبل البطوله ب 15 يوم هقول لك ان الهلال عامل زينا بالظبط. النادي الاهلي ونادي الهلال جابوا المدربين بتوعهم بعد بدايه شهر 6، ففي الحاله دي احنا متساويين. لكن في فرق بين اللي انزاجي جه شافه واللي ريبيرو جه شافه. انزاجي جه على فريق مستقر فنيا وكامل وما دخلش عليه اي عناصر محتاجه تدخل في منظومه الانسجام بتاعه الفريق او تتعلم وتتعود رتم الفريق عامل ازاي. فكان من السهل على مجموعه منسجمه انها تقضي 15 20 يوم في حفظ افكار المدير الفني الجديد اللي هو جيد جدا، واحد من صفوه مدربين اوروبا، راجل واخد مركز تاني في بطوله دوري ابطال اوروبا يعني. اما ريبيرو جه لقى اهم عناصر هيعتمد عليها كلها لسه جايه، كل واحد فيهم عنده التيمبو الخاص بيه، عنده الافكار والطبيعه الفنيه الخاصه بيه. في الوقت اللي المفروض ان ريبيرو يحفظ اللعيبه كلها الافكار اللي هو عايز ينفذها والخطط اللي عايز يطبقها، لقى نفسه مضطر انه يحط اللعيبه كلها في قالب واحد ويشتغل على انسجامهم مع بعض، ويشتغل كمان على انهم يبقوا بيلعبوا بنفس الايقاع. محدش اطلاقا هيقدر يقول لي ان تريزيجيه نفس ايقاع محمد علي بن رمضان، نفس ايقاع بن شرقي، نفس ايقاع احمد سيد زيزو، نفس ايقاع امام عاشور. دول اهم فرقتك، اهم عناصر فرقتك. واهم عناصر فرقتك دي بقى مش هقول لك انك خسرت امام عاشور في اول 7 دقائق من البطوله، لا لا لا، انت خسرت الانسجام من قبل البطوله. الانسجام شيء مش بسيط، وكابتن محمود الخطيب يعرف احسن من اي حد يعني ايه انسجام واهميه الانسجام في الفريق، خصوصا لما تبقى رايح على معترك عالمي. اللعيبه كلها كانت محتاجه كمان يوصل لها انهم رايحين لمهمه، مش رايحين يحتفلوا اطلاقا. الاحتفال دايما بعد العوده. فكره انك رايح تحتفل وفكره البعثه الاعلاميه المبالغ فيها وفكره التغطيه الاعلاميه المبالغ فيها خرجت اللعيبه كمان عن تركيزهم. يعني انت عندك فريق ما فيهوش انسجام، مدرب جديد، خطط جديده، افكار جديده، تيمبو عايز يتظبط، ومع ذلك انت كمان ما وفرتلهمش التركيز المطلوب علشان كل الكلام ده يتم بمعدلاته الطبيعيه. مش هقول لك بمعدلات اسرع من الطبيعيه، كل ده وكنت عايز تشوف نتيجه افضل من اللي شفتها. على فكره اداء النادي الاهلي في مباراه انتر ميامي ما كانش وحش، في مباراه بالميراس كنا مخضوضين لان الفريق كان اجريسيف والتيمبو بتاعه سريع، وكمان كان بيلعب معاك بخطه انت ما توقعتهاش، بانه ساب لك اللعب واستنزفك بدنيا وسابك تلعب انت مهاجم، ولعب على المساحات وقدر من كوره مرتده يسجل هدف، وقبلها كان بكوره قدريه تخبط في دماغ وسام وتتسجل هدف. اما اخر مباراه فهي افضل مباراه، ودي شيء جيد بالنسبه لي، ده شيء هنبني عليه. يا ترى بقى اداره النادي الاهلي مركزه من دلوقتي ان المشاركه الجايه في 2029 اولا نكون متواجدين، ثانيا تواجدنا يكون مختلف تماما عن اللي حصل المره دي، ونروح لبعيد جدا ونصعب على كل الفرق العربيه انها تعمل اللي احنا هنعمله ان شاء الله في 2029. اولا كده انا مبسوط جدا باللي بيعمله الهلال، لان احنا في النادي الاهلي فريق غيور. يعني انا دايما هحاول اكسر كل الارقام اللي حققها اي حد من منافسيني، والعب على اني ازود واعلي عليه. النادي الاهلي المفروض انه خاض تجربه يتعلم منها. بعد كده اكتر العناصر اللي محتاج النادي الاهلي يسيطر عليها هي اعلام النادي الاهلي. سلام عليكم.